عزيزي مزارع الرز، اتكلمنا عن أهمية رش الكالسيوم بورون للرز وأهميته في نجاح إتمام عملية التلقيح والإخصاب والرز في مرحلة التزهير. بس اللي ما اتكلمناش فيه أو اللي الناس جاية تتكلم فيه وإحنا كنا لسه هنتكلم فيه هو إمتى أرش رشة الكالسيوم بورون للرز، أو أرش كالسيوم لوحده وبورون لوحده، او ارشهم مع بعض في مركب واحد. وده المتعارف عليه في السوق المصري انه كالسيوم بورون مع بعض بيترشوا وخلاص. اهم ما في الرشه ميعاد الرشه، وافضل ميعاد للرشه قبل التخنيق وطرد السبل ب10 ايام. 10 ايام هو افضل وقت رشه الكالسيوم بورون بتاعتك للرز عشان نجاح عمليه الاخصاب والتلقيح. طيب شايفك يا مفتح يا اللي هتكتب لي في الكومنتات الرز التلقيح بتاعه ذاتي مش خلطي، هو مش بطيخ ولا اناناس ولا طماطم عشان نرشه كالسيوم بورون عشان خاطر نظبطه عمليه التلقيح. هجاوبك لا يا ولسان طويل بصوت القرموطي. عزيزي مزارع الرز التلقيح بتاعه ذاتي ما بين المقبر اللي هو الذكر والميسم اللي هو الانثى المذكره والمؤنثه في الحبايه الواحده. وافضل وقت لعمليه التلقيح في الرز بتكون الصبح بدري. بس اللي انت ما تعرفوش عايز المشاهد انه المناخ اتغير في مصر ودرجه الحراره بقت نار الله الموقده، ودرجه الحراره لما تعدي معايا ال 35 ده هيخلي عمليه التلقيح والاخصاب والرز في فتره الحبل تفشل معايا. فهتشوف حبايه مسوده كانها لافحه كده، اللفحه جت ولا ايه؟ لا، ده انت الحبايه المسوده دي خلاص عمليه التلقيح فشلت، فالحبايه فاضيه، مش هيحصل معاك، مفيش جنين جوه، مش هيبقى فيه طور عجيني، مش هيبقى فيه حبايه رز اصلا في السبل. تمام؟ يبقى في درجه الحراره فوق ال 35 هتفشل عمليه التلقيح. ده انت الساعه 7 بتنزل من بيتك في الفتره اللي فاتت بتنزل عرقان. فبالتالي لابد من رشه الكالسيوم بورون لانه المناخ اتغير، درجه الحراره عاليه. امتى ما رشش رشه الكالسيوم بورون؟ اول ما الرز بتاعي يكتمل الطرد رشه الكالسيوم بورون ملهاش لازمه قولا واحدا، ملهاش اي 30 لازمه. تمام؟ طب ايه تاني ملوش لازمه؟ هل دي بس؟ لا، الاحماض الامينيه بعد اكتمال الطرد ملهاش لازمه، لان انا مش عايز مجموع خضر ولا عايز حاجه. انا دلوقتي بعد طرد السبل عايز فوسفور عشان الطاقه وعمليه التحجيم ونقل الغذاء، عايز بوتاسيوم، فبالتالي البوتاسيوم والفوسفور معايا مكملين معايا مع السيتوكاينين عشان انقسام الخلايا مع الجبريليك. البوتاسيوم فوسفور في مركب والجبريليك والسيتوكاينين في مركب، الاثنين هيترشوا معايا بعد اتمام طرد السبل عشان خاطر استخدمهم في العجين، استخدمهم في التحجيم. تمام؟ العجين احنا هنخبزه ولا ايه؟ المهم عزيزي المشاهد، فكل حاجه مهمه، لكن امتى تنزل بيها؟ الاهم من الرشه ميعادها، والرشه بتكون مهمه بس انت تتاخر فيه. فرشه الكالسيوم بورون عشان الحبايه ما تبقاش فاضيه اخر ميعاد لما انا ابقى جاي على نفسي خالص، لما يبقى الرز بدا يحصل فيه طرد بنسبه 5%. يعني ما بين كل 100 عود او 200 عود تلاقي مثلا 5 سبلات كده طاردين. ده اخر ميعاد انك ترش رشه الكالسيوم بورون. ورشه التحضير برضه في الوقت ده بعد اتمام عمليه الطرد في الارض بتاعتك، الرش ما عادش هيكون ليه لازمه. والسلام عليكم، عشان انا والله بصب بعرق والجو نار.